يا الله، السلام عليكم. ابن سينا. ابن سينا واحد من أشهر العلماء والفلاسفة المسلمين، الإسماعيلي الشيعي. ابن سينا المتولد 338. أخذنا في الحلقة السابقة ابن رشد، هو أحد أئمة المعتزلة، ذول العلمانيين المسلمين. طبعا ابن سينا طبعا والده كان أحد دعاة الإسماعيلية، تولى أو كان واليا لمدينة سمان الفارسية. ابن سينا فقيه، فيلسوف، طبيب، تعلم اللغة والقرآن وهو في سن 10 من عمره، ومن ثم درس الفقه والطب وهذا كله طبعا وهو في السن 16 من عمره. ثم انتقل إلى الفلسفة، درس 2 بالتمام والكمال. هاي مرحلة. المرحلة الأخرى ما بعد 21 سنة قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، وهذا الكتاب عاد 40 مرة، ظل يعيد به إلى أن حفظه ولم يفهم منه شيئا، إلا أن جاء بكتاب الفارابي مقاصد ما بعد الطبيعة، ففتحت له آفاق المعرفة وترجم في باله وما حفظه لكتاب أرسطو ما بعد الطبيعة. متأثر طبعا بالفلاسفة اليونانيين، وهذا هو حال معظم الفلاسفة المسلمين، متأثر بأرسطو وأفلاطون والفارابي. آراء طبعا دائما تكون قريبة من أرسطو، من أفلاطون، من الفارابي، إلا أن آرائه ونتائجه هي أكثر عمقا، قريبة من في مسألة نفس، قريبة من أرسطو في مسألة اقتراب أو ملازمة النفس للبدن، وقريبا من أفلاطون في مسألة خلود النفس. وربما يرجع هذا إلى الفلسفة الإسلامية، أو لأنه فيلسوف مسلم فلا بد من خلود النفس في مسألة العقاب، أو مسألة الثواب والعقاب فيما بعد في يوم الحساب. آراء طبعا قلنا أكثر عمقا، ونتائجه تختلف عن أفلاطون وعن أرسطو. يقول هو لولا الفارابي لما فهمت ميتافيزيقيا أرسطو. اهتم ب3 مسائل: الله، العالم، الإنسان. في مسألة الله يقول إن الله واجب الوجود، ونعرف أنه في الأحكام الفلسفية ال3 واجب الوجود، ممكن الوجود، ومستحيل الوجود، مثل ما موجود في الفقه الواجب والمستحب والمباح. في الفلسفة موجود الواجب والمستحيل والممكن. يقول إن الله واجب مطلق، وجوده واجب مطلق، وهذا طبعا رأي معظم الفلاسفة الربوبيين أو معظم الفلاسفة المسلمين. عنده كتاب اسمه القانون في الطب، وهذا طبعا لا زال يدرس في الجامعات العالمية. كتاب الشفاء، ومن ثم لحقه بكتاب النجاة، كتاب الإشارات أو التنبيهات، وهذه في قراءة فلسفية الإسلام. طبعا في المعرفة الإنسانية يقول ب3 أنواع أو 3 مراحل. المرحلة المعرفة الحسية، وهي الحواس معروفة، والمعرفة العقلية، والمعرفة الذوقية. المعرفة الحسية طبعا يقول إن الإنسان لا يولد يعني ما عنده المعرفة الفطرية، المعرفة إنه جاءت بالتجربة. هاي مثل ما يقول طبعا هاي أفكاره أثرت في جون لوك ومدرسة التجريبية، إن الإنسان يولد ورقة بيضاء، والتجربة هي اللي تنطي المعرفة. المعرفة الذوقية، بالرغم أنه ابن سينا هو ليس متصوفا، مثل الحلاج، مثل الغزالي في إحدى مراحل حياته، بس يقول أنا ما أقدر أنه أنفي هذه المعرفة لأن أنا ما جربت هذه التجربة اللي هي المعرفة الذوقية. المدرسة الإشراقية، المدرسة الصوفية يعتمدون على المعرفة الذوقية كأحدى مصادر المعرفة، اللي ينعزل في صومعة أو ينعزل في مكان منعزل إلى أن تأتيه
المعرفة، أو ربما يأتيه الوحي مثل ما صار عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بس هو طبعا عنده رأي يقول أنه التصوف العقلي أفضل من التصوف الذوقي، وهذا يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة فرق بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث. المرحلة الثانية هي مرحلة أعتقد الترك، أو مرحلة الرفض أي، ومن ثم مرحلة الترك، والرابعة هي مرحلة النفض. في أمان الله.